تضخم الثدي أو البريست هايبرتروفي مشكلة بتعاني منها كثير من السيدات، بس اطمني المشكلة دي دلوقتي بقى ليها حل. أنا دكتور أحمد الأدور، استشاري جراحات التجميل. في الفيديو ده هنتكلم عن عملية تصغير الثدي أو البريست ريدكشن. مبدئيا لازم نبقى عارفين إن عمليات تصغير الثدي دلوقتي ما بقتش رفاهية. العمليات دي أنا مش بعملها بغرض الشكل الجمالي فقط، لا، العمليات دي بقت عمليات جمالية وعلاجية. ليه علاجية؟ لأن في مشاكل كتير جدا بتنتج من كبر حجم الثدي. أولا بيعمل خشونة في فقرات الرقبة، بيعمل آلام شديدة في الكتف، بيعمل التهابات فطرية متكررة أسفل ثنايات الثدي، وفي دراسات وأبحاث علمية بتقول إن احتمالية الإصابة بالأورام بتزيد أكتر في الثدي اللي حجمه كبير عن الثدي اللي حجمه عادي. فالعمليات دي دلوقتي بالنسبة لنا بقت عمليات علاجية. طيب تصغير الثدي بيتم إزاي؟ زي ما احنا كنا قايلين في شد البطن بنعمل استئصال للجلد والدهون الزائده، نفس النظام. فعمليات تصغير الثدي بنعمل استئصال لو في اي جلد زايد، وبنعمل استئصال للانسجه الزياده والدهون الزياده اللي في الثدي، وبنعمل استعاده الحلمه والهاله البنيه لوضعها الطبيعي. عندنا الجروح في تصغير الثدي، في عندنا 3 انواع من الجروح. في جرح حوالين الهاله البنيه، ده محدش بيستخدمه لان غالبا احنا بنتكلم في درجات تضخم كبيره. معظم الحالات اللي بتجيلنا في العياده بيبقى درجات تضخم كبيره جدا، فبنلجا لحلين: يا اما الحل الجرح الدائري حوالين الهاله البنيه والجرح الطولي في الثدي، وده في بعض الدرجات لو التضخم بالنسبه لنا بسيط. اغلب الحالات اللي بتيجي التضخم العنيف والشديد اللي بيبقى الجرح زي شكل حرف الانفيرتد تي او التي المقلوبه، بيبقى جرح دائري حوالين الهاله البنيه، جرح طولي في الثدي، وجرح عرضي بيبقى مستخبي في ثنايات الثدي. الجرح اللي حوالين الهاله البنيه ده مش بيبقى باين لان هو اوريدي بيبقى مستخبي في البيجمنتيشنز او التصبغات اللي موجوده في الهاله البنيه. الجرح الدائري مش بيبقى واضح برضه لان هو مستخبي في ثنايات الثدي. المشكله الاساسيه اللي بتؤرق كثير من الكلاينت بالنسبه لنا هو الجرح الطولي. بس الجرح لو اتقفل كويس بخيوط كويسه واهتمينا بالعنايه بتاعه الجرح وخدنا كريمات الجروح ولزقات السيليكون والفراكشنال ليزرز، ان شاء الله بعد كده الجرح هيبقى ليه اثر بسيط جدا او يكاد يكون مش باين. لو عندك اي مشكله في الثدي والثدي متضخم ومحتاجه تعملي اي عمليه، ابعتي لنا واحنا نرد على حضرتك في الاستفسارات على رسائل الصفحه او على الارقام.